فرصة فرنانديز الهدف الأول يأتي. يا سلام، هدف أول يسجل. فرنانديز جيتسون يضع الكرة في الشباك. ثاني هدف، نعم، يتلاعب بحارس المرمى ويسجل بهذه الطريقة. جميل ورائع وممتع ومذهل. هدف ثاني لمصلحة بشكتاش. ويا له من هدف، ويا له من هدف. موليكا يسجل بعد أن تلاعب بالدفاع والحارس. موليكا 2. تهاجم قونيا في اللحظات الأخيرة. تسديدة رائعة ولكن عبرت، نعم، حارس المرمى. كنت سأقول يتدخل لكن غونوك يعتذر للجميع. ترسل عرضية إلى منطقة الجزاء بالراس وهدف التعادل. نعم، إنه هدف التعادل لقونيا. بداية رائعة، بداية رائعة لشوط المباراة الثاني هنا في هذه المواجهة. 2-2 للأمام. مورينو غير معقول. هدف ثالث. إنهم يقلبون الطاولة على بشكتاش. الحارس غونوك مرة أخرى. توسن وكرة ما زالت خطورتها قائمة وتسديدة وهدف ثالث. إنه التعادل. تايفور يسجل من أول لمسة. يا له من بديل ناجح، ينجح. Balial towards an impulse save and the rebound smashed home. Only as quick as to react, and FC Cincinnati have the opening goal. Ranjit Singh makes the initial save, really good piece of goalkeeping, but it's FC Cincinnati that reacts sharply. Cincinnati, and this one comes off of a really... Ball from the goalkeeper, Angulo, Lucho Acosta! 2-0! Fifth straight home game that Lucho Acosta's found the back of the net. One of the top tens in Major League Soccer once again delivers. Good defense turning... Oh, what a ball. And Badji gets in behind, in on goal. This could seal it! Badji! 3-0! This time Acosta is the architect. He goes across and high-fives Pat Noonan. He might have just sealed a piece of MLS history for FC Cincinnati. At the start of the season, and it goes again. It's a good ball. It's a fine finish from Sam Dolby, and it's non-league Wrexham who lead. This is Lee waiting it in, and scoring sensationally. 2-0 Wrexham. Elliot Lee has doubled and return it. That was the intention anyway. And there's the finish. Thumped in by Ben Sheaf. And Coventry City are back in it. To Coventry territory. They haven't dealt with it. And it's O'Connor who in first half stoppage time re-establishes the 2-goal lead for Wrexham. And it goes towards the near post. And look at that! How about that? It's Huddersfield's goal-scoring defender, Tom Lees. 2 on Friday and 1 tonight. Making the break. Toss challenge, but following up. It's Surridge, and that one will count. It's 1-1 at the City ground. Goals already in the first half an hour. The home side. Ghana, lovely ball in! And that'll do for Ryan Yates. And Forest have turned this one around. Gerson toca, Gerson driblou, olha o gol! Gol! É do Flamengo! Ele posiciona, faz o toque, Maurício bateu! Gol! Maurício, lá vem Inter, Maurício por cobertura! Gol!
جزاء، ابعاد غير موفق، صاروخية في المرمى، جول، هدف أول لصالح نادي بريستون. براد بوتس يضرب بقوة، يسجل على يمين حارس المرمى ويتيح الفرصة لاحتفالات كبيرة في المدرجات في ديبتل ستاديوم من عشاق بريستون. وايتمان على التنفيذ، كورة في المرمى، جول بن وايتمان من جديد، يضرب من بعيد، يضرب بقوة على يسار كريس ماكسويل ويشعل الأفراح مجددا في مدرجات ديبتل ستاديوم. هدف ثاني رائع لصالح فريق بريستون نورث اند. خطيرة الكورة على الأرض في المرمى، توماس كانن الموهوب الشاب يسجل هدف بريستون الثالث. ثلاثية بيضاء ومدرجات تحتفي وتحتفل بكرة عرضية أمام المرمى. أخيرا ينجح جيري ييتس في استثمار واحدة من الكرات العرضية أمام مرمى الحارس. زي ما عرفنا في الفيديو اللي فات، المباريات اللي هتقام النهارده في دوري ابطال اوروبا، دلوقتي كمان هنقدر نتعرف على النتائج بتاعتها. النهارده لاتسيو قدر يتغلب على سيلتيك 2-0، وشختار قدر يتغلب على رويال انتويرب 1-0، والماتشات دي كلها كانت تقريبا الساعة 7. اما بقى في السهرة الساعة 10 فقدر اتلتيكو مدريد يفوز على فينارد 3-1. مانشستر سيتي في مباراة غريبة قدر يحول تأخره من 2-0 لفوز 3-2. يونج بويز بيفوز على سيرفينا الصربي 2-0، وبرشلونة برضو قدر يقلب تأخره بهدف لفوز 2-1 ويضمن الصعود للدور 16. أما ميلان فبيخسر من بروسيا دورتموند 3-1، وبكده بفرصه في إنه يصعد للدور اللي بعد كده بتضعف جدا، وباريس سان جيرمان بيقدر في آخر دقيقة إنه يحيي أماله تاني في الصعود للدور اللي بعد كده. أما بالنسبة لدوري أبطال آسيا فبيقدر بختكور إنه يفوز على عين 3-1، والفحاء بيقدر يفوز على أهالي 3-1، وناف باخور نامنجان بيخسر من الهلال السعودي 2-0. أما بالنسبة لمباراة كأس العالم للشباب والدور قبل النهائي، فألمانيا بتقدر تفوز على الأرجنتين 4-2 وتصعد للنهائي، وفرنسا بتقدر تفوز على مالي 2-1 وبتقابل ألمانيا في النهائي. الدوري المصري النهاردة كان فيه مباراتين، بيراميدز والإسماعيلي، وقدر بيراميدز يتغلب على الإسماعيلي 2-1. الأهلي بيتعادل مع سموحة 0-0. وفي الدوري المغربي بيقدر الجيش الملكي إنه يغلب الوداد في مفاجأة 3-1. وبكده ينتهي اليوم الأول من دوري أبطال أوروبا، وبكرة بإذن الله هنعرف، أو في الفيديو الجاي هنعرف الفرق اللي هتلعب في اليوم الثاني من الجولة الخامسة لدوري أبطال أوروبا.